مصطلحات كتير بتسمع عنها في الماركتنج وما تبقاش فاهم هي ايه. تعال ما اقولك. TOFU Top of the Funnel، وش القمع. هنا العميل بيكون في مرحلة الوعي، هو لسه عنده نيد معينة او عنده مشكلة لسه بيدور لها على حل. دورك هنا ان انت تقول له انا هنا، انا موجود، انا عندي الحل وبقدمه لك. MOFU Middle of the Funnel، الذروة، نص المشكلة. هنا العميل عرف ان هو عنده مشكله وعرف هيحلها ازاي، وابتدى يعرف ان هو موجود، بس هو لسه خدش قرار هيحل مشكلته مع انهي شركه في اللي قدامه كلهم. فدورك هنا ان انت تبين له المميزات بتاعتك والفيتشرز اللي بتقدمها، وان انت ازاي هتساعده ان هو يحل المشكله بتاعته. BOFU النهايه bottom of the funnel. هنا العميل بيكون خلاص عرف المشكله وعرف حلها، وفاضله حاجه واحده هي الاكشن، ان هو ياخد اكشن ويشتري او يعمل الخدمه بتاعته في مكان واحد بس. هنا اوريدي هو بيكون عارفك وعارف ناس تانية ومحتاج زقه. الزقه دي ممكن تكون اوفر انت عامله، او ممكن تكون توصيات من ناس جربوا المنتج بتاعك او الخدمه بتاعتك وعملوا ريفيوز، فده يشجعه اكتر ان هو ياخد الاكشن معاك انت. المراحل دي كلها ممكن تحصل في دقايق او ساعات، او ممكن كمان تحصل في شهور، وده بيختلف على حسب طبيعه المنتج وعلى حسب طبيعه الكلاينت بتاعك. اكتبوا لي في الكومنتس ايه المصطلحات اللي انتوا بتسمعوها في التسويق وديجيتال ماركتنج وبتبقوا مش فاهمين ايه هي وعايزين يوضحها.